قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا ريت ما تقوليش طلقها تاني لاني مش هطلقها. ومين قالك ان انا هقولك طلقها؟ يعني انت عايزني ما طلقهاش؟ ما كانش رأيك ده الاول عشان الوضع دلوقتي يختلف. انت خلاص كده كده اتجوزتها وعملت المشاكل. يعني افهم كده، خلاص انت استسلمت للامر الواقع. الذكي بس هو اللي يقدر يستفيد من الوضع اللي هو فيه ايا كان هو ايه. مش فاهم، جوازي من حياة هيخليك تستفيد منه ازاي؟ هستفيد منه ان جمال ومراتي يخبطوا في بعض لحد انا ما اخلص شغل. بس احنا في تعاملات كتيرة بينا وما بين مراد وهو وقفها كلها. يعني عندنا شغل كتير متعطل بسبب الموضوع ده. ما انت لو كنت بترفع عينيك وتبص لقدام مش بتبص تحت رجليك كنت هتعرف ان ثروة جمال اهم بكتير من معاملات الشغل اللي كانت بينا وما بين مراد. معاملات الشغل دي تتعوض بصفقات تانية لكن ثروة جمال ما تتعوضش. يعني انت دلوقتي عايزنا انا وحياة نفضل متجوزين ومن مصلحتك ان المشاكل تزيد ما تقلش. هو ده المطلوب منك. اسمعني، مش عايز غلط تاني واي حاجة اعرفها قبل ما تعملها. خلاص تمام. في البيت عند جمال قلب ابتسامة. ازيكوا يا ولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. طمني عليك دلوقتي على عامل ايه؟ الحمد لله يا عمي بخير بفضلك طبعا بعد ربنا. لا يا حبيبي مفيش فضل ولا حاجة. بعد اذن حضرتك يا عم كنت عايزة اتكلم مع حضرتك في موضوع. اتفضلي يا حبيبي. ممكن اخواتي يقعدوا معانا اليومين دول علشان العمارة اللي ساكنين فيها بيتعمل لها ترميم. طبعا يا بنت، اخواتك يقدروا يفضلوا هنا زي ما هم عايزين، ده كمان بيتي. شكرا جدا يا عم. مش عارف والله نودي جمايل حضرتك فين. جمال قعد ما بين لو عايزين تردوا الجميل تعالوا في حضن. حياة وعلاء بابتسامة حضنوه. هنا ما خرجتش صوت، كانت بتتفرج بس على اللي بيحصل قدامها وهي ساكتة وبتقول لنفسها واخيرا جه اليوم اللي تتجمعوا فيه تاني. بس وانتوا فاكرين انكم اغراب عن بعض. يلا انا هقوم اغير هدوم وان شاء الله نتعشى مع بعض كلنا. عاكف رجع؟ حياة بقلق؟ لسه يا عمو مرجعش. طيب ماشي، خليهم يحضروا لنا العشاء وانا هكلمه اشوفه هو فين. مش عارفة ليه كل ما احضن الراجل ده احس باحساس كده مش عارفة معناه. صح، انا كمان بحس الاحساس ده ومش عارف ايه سبب. ايه ما يلا يا حياة، انتي مش هتورينا الاوض اللي احنا هننام فيها؟ نفسي اشوف وش الزبالة لما يرجع ويعرف ان احنا هنقعد هنا. علاء، مش عايزة اي تهور، خلينا نتعامل بعقل علشان الموضوع ما يتكشفش. علشان خاطري علاء اسمع الكلام. لا ما ده مش بمزاج، تصرفاتنا لازم تكون بحذر، فاهم؟ خلاص انت وهي حاضر. وفجأة هيقلب بصدمة. عاكف، مين اللي عمل فيك كده؟ ما تتكلموا ايه اللي حصل؟ احنا ما نعرفش حاجة. في عربية وقفت قدام الفيلا، نزلوا منها عاكف بيه ومشيوا على طول. حياة بخوف وعاكف شبه مغمى عليه في حضنها. عاكف، رد عليا يا عاكف، حد يكلم الدكتور بسرعة. جمال نزل على صوته وشاف عاكف وهو في حالة لا يحسد عليها. جمال وعلى سندوا عاكف لحد ما طلعوا الأوضة والدكتور جه. في ايه يا دكتور؟ طمنا، هو كويس ولا محتاج ان احنا ننقله على المستشفى؟ اطمن هو دلوقتي كويس. الخدوش اللي على وشه سطحية، في بس بعض الجدمات اللي في ايديه ورجليه كمان، لكن الحمد لله مفيش اي كسور. وانا كتبت له هنا على شوية ادوية وان شاء الله هيتحسن عليه. متشكر قوي يا دكتور. اتفضل معايا يا دكتور، انا هروح انا اجيب العلاج واجي على طول. علاء استنى انت هنا، ما تخرجش انت. ادي الروجيتا لاي حد من الحرس ومفيش اي حد فيكم يخرج من الفيلا. يعني ايه؟ هو احنا محبوسين هنا؟ لا يا ابني انا مش بحبسك، انا بس بحافظ عليك لحد ما اخلص حسابي مع الكلب اللي اسمه مراد. مراد؟ مين مراد ده؟ علاء، اسمع اللي بقولك عليه، محدش فيكم يخرج من الفيلا لحد ما اقول لكم. جمال نزل على تحت وعلى معاه. خلاص اهدي، الدكتور طمنا عليه. بتعيطي بس ليه دلوقتي؟ انا السبب، انا اللي وصلته للحالة دي. ما كانش لازم ان انا اتجوز مصطفى. يا حبيبتي اللي حصل كان غصب عني واكيد انتي ما كانش قصدك يعني. وبعدين انتي مالكيش دخل في الحسابات اللي هما بيصفوها مع بعض دي. تفتكري ان هو هيسامحني بعد كل اللي حصل فيه بسببي؟
هيسامحك يا حبيبتي علشان هو كمان بيحب، واللي بيحب حد بيسامحه، وأكيد هيجي اليوم اللي يعرف فيه إن كل اللي بيحصل ده كان غصب عنك، ومفيش أي حاجة منه حصلت برضاك. هو أنا ليه حلمي مستحيل مع إنه بسيط؟ كل اللي أنا بحلم بيه ومحتاجاه هو إن أنا أطمن إن اللي جاي من عمري بتاعنا، وأنا اللي هتحكم فيه مش حد تاني، وإني أعيش الحياة اللي بحلم بيها مش اللي مفروضة عليا. مش مضطرة أقول إني استحملت حاجات كتيرة حصلت في حياتي، صدقيني خلاص حاسة إن طاقتي خلصت، ما بقاش عندي القدرة إن استحمل أي حاجة. أنا محتاجة أطمن إن بكرة بتاعنا وبس، اللي جاي هيبقى بتاعك انت، وهتعيشيه زي ما انت عايزة. بس هي الدنيا كده، لازم تختبر، ولازم نكون قد الاختبار ونعديه، وما نخليهاش مهما ضغطت علينا إنها تضعف. أنا تعبت من كتر الحرب من ساعة ما جيت على الدنيا دي، وأنا بس بحارب فيها. حسيت إنها كسرتني لأول مرة لما وقعت في فخ مصطفى، ولما شفت الشخص الوحيد اللي قلبي دق ليه بيتوجع كل يوم وكل ساعة بسبب، وبدل ما أكون سبب فرح كنت السبب الأساسي لكل وجع، ومضطر إن أنا أبعد عنه وهو قدام عيني. هنا خدتها في حضنها وحاولت تهديها وتطمنها، وهي كانت محتاجة اللي يطمنها. عند جمال قلب صوت عالي: انت ازاي تفكر بس مجرد تفكير انك تسلط كلابك على ابن اخويا؟ وطي صوتك، انت في بيتي، والتهمة اللي انت جاي ترميها في حجري دي مش بتاعتي. روح شوف مين صاحبها. انت لعبت في عداد عمر لما فكرت انك تقرب من ابن اخويا. قابل بقى اللي جاي وحضر نفسك ليه قوي، علشان جمال الهلال اللي انتوا فاكرين ان الزمن هد بعد ما خسر عيلته هيرجع لكم تاني ويعرفكم كل واحد فيكم مكانه فين. ها، انت خلاص يا جمال انتهيت ومن زمان قوي. اللي انت فيه بس دلوقتي مش اكتر من حلاوة روح، ولو عايز تحافظ على ابن اخوك يبقى تديني يونس وابني وتخليك بره الموضوع ده. جمال طلع المسدس بتاعه وضرب بيه على الحارس اللي كان جنبه. الطلقة اللي الحارس بتاعك خدها دي بس البداية، وأول طلقة هتخرج من مسدسي، والتانية لما تخرج هتبقى في نص دماغ لو ما بعدتش عن عيلتي. انت فاهم؟ ما يغلاش عليك الحارس اللي انت ضربته ده، بس انا أول طلقة هتخرج من مسدسي مش هتبقى في حارس، هتكون في ابن اخوك، ومش هتبقى في رجليه، هتبقى في نص دماغه. ابقى خلي بالك من الطلقة اللي هتخرج من مسدسك، لأنها ممكن تعكس اتجاه وتنهي عليك في لحظة. وسابه ومشي وهو متعصب. تاني يوم الصبح عند حياة وعاكف: على مهد، استنى هعدلك المخدة ورا دماغ. انتي كويسة؟ ليه بتسأل سؤال زي ده؟ أصل عينيكي وارمة أوي، باين عليكي تعبتي من كتر العياط عليا. حياة رفعت حاجبها: نعم، ومين قالك ان انا كنت بعيط عليه؟ وانتي دلوقتي عايزة تفهميني ان انتي ما خفتيش عليا امبارح ولا عيطتي؟ لا طبعا خفت عليه، هو احنا مش اهل؟ طبيعي خاف عليه. يعني انتي خفتي عليا بس علشان احنا اهل، مش علشان بتحبيني مثلا؟ هنرجع للموال ده تاني؟ تحب اكتبها لك فين علشان كل ما تقرأها تفتكر انا قلتلك ما بحبكش؟ عاكف مرة واحدة توجع من التعب. حياة وهي خايفة عليه: ايه مال؟ في ايه؟ اكلم الدكتور؟ واضح فعلا ان انتي ما بتحبنيش. على فكرة انت عيب، ايه تصرفات العيال دي؟ والله العظيم انتي شكلك كده هتجننيني، هتخليني اعمل حاجات كتير انا شخصيا بتفاجئ بيها. طب يلا علشان اديك العلاج. حياة ادتله العلاج وهي جاية تخرج مسك ايديها وسألها على اكتر حاجة بتشغل تفكير. حياة: مين الراجل اللي كان مع مصطفى يوم ما راحلك شقة اسكندرية؟ حياة بتوتر: الراجل مين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ مفيش داعي انك تخافي منه، لاني اكتر حد خايف عليك. انا عرفت ان مصطفى راحلك وكان معاه واحد، وانه كان مصاب، وان في حاجة حصلت في الشقة ما بينكم. احكيلي ايه اللي حصل. حياة سابته وخرجت من الأوضة بسرعة. فهميني دلوقتي انتي بتعملي ايه هنا؟ ايه ده؟ هو انتي معرفتيش ان انا وعلاء هنعيش هنا؟ انتي ازاي يا غبية تعملي حاجة زي دي؟ ما بلاش طولة لسان بقى، وروحي اطمني على ابنك اللي من الواضح ان انتي ما تعرفيش حصله ايه امبارح. عاكف؟ حصله ايه؟ انطقي، عندك جوه، روحي شوفيه، وبعدين لينا كلام مع بعض في وقت تاني. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.